شفتوا جمال زي كده؟ النهارده بقى جايبه لكم خلاصه الخلاصه، انجح واسهل طريقه للقراقيش هتدعوا لي عليها. انسى اي طريقه تانية عملتيها. تعالوا نسمي الله وما تنسوش تدعموا الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا نص كيلو من الميه، معانا 100 جرام من السكر، 20 جرام من الخميره، ومعانا هنا السمسم هنحطه على الدقيق، معلقتين 2 كبار ما يعادل 30 جرام كمثرى، ومعانا 800 جرام من السمنه. كل ده على بعض يا شيماء واقلب كده لحد ما ادوب الخميره، وبعد كده هنضيف الدقيق كله على بعضه كده. طريقه مفيش اسهل منها. جبت لكم الطريقه دي بقى منين؟ من بتاع الافران نفسه، وعايزه اقول لكم احلى منه كمان. وهنحط كمان ال2 كيلو دقيق، وتعالوا بقى نروح على العجايه. ده قوام العجينه معانا، بس ده عجينه القرقش معايا كده مظبوطه تمام. لو انتوا حابين بدل ما تخلوا 800 جرام من السمنه ممكن تخلوها 700 جرام من السمنه، يبقى كل كيلو ياخد 350 جرام يا اما 300 جرام من السمنه. يعني عندك من 300 جرام لحد 400 جرام من السمنه. لو قليت عن ال 300 جرام هتبقى معاكي مش دايبه، وهتبقى تحس ان الايدام بتاعها ناقص شويه. اما لو حطيتي 350 جرام لحد 400 جرام القراقيش هتطلع معاكي دايبه وطعمها حلو تمام. بس ما ينفعش تزودي عن كده، لو زودتي عن كده هتقلب معاكي الكحك وهتبقى دايبه معاكي قوي. القراقيش بتبقى ماسكه نفسها وفي نفس الوقت بتبقى دايبه تمام كده. ولو انت قليتي في الماده الدهنيه خلتها 300 جرام من السمنه يا اما 350 جرام هتزيد معاكي في السائل في اللبن او الميه على حسب ما انت عايزه، يا اما تعملي القراقيش يا بلبن يا بميه. خلاص كده تمام. نسيبها المفروض نغطيها ونسيبها تخمر تمام. بس انا علشان مستعجله هسيبها تخمر بعد التشكيل واسيبها تخمر براحتها. تقدري تعجنيها بايديكي وتحطي الخليط كله على بعضه. بجد الطريقه سهله ومفيش اسهل من كده، لا هنبس ولا هنعمل بايدينا علشان ما نتعبش. قلنا هنشتغلها كده على طول معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بقى تعمليها ساده تعمليها محشيه، احنا ساده وهنعمل محشيه بالعجوه تمام. هنعمل بالاثنين. اقطع كده علشان اسيبها ترتاح واعرف افردها. قطعت بقى كله بالشكل ده علشان يرتاح معايا. اقوم جايبه بقى العجوه بتاعتنا بالشكل ده كده. اقوم جايبه الكيس واقوم عاملاه بقى بالشكل ده كده، نحطها فوقه. لو هي جامده معاكي قومي حطها بمعلقه سمنه وعلى البوتاجاز وطي عليها لحد ما تفك، تلاقيها ساحت معاكي بقت عامله زي الشوكولاته. تسيبها 5 دقايق بعد ما تبرد، وبعد كده تكوراها وتعملها كده. افردها بقى، اخلي السمك بتاعها رقيق خالص علشان اعرف احطها في قلب العجينه تمام. بالشكل ده كده السمك بتاعها بقى رقيق خالص. شايفين بقت قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. هنا الحلويات اللهم صل على النبي. واجيب بقى المقطع واقوم قطعها بقى بالشكل ده كده. السمك بتاعها يبقى رقيق خالص كده علشان اعرف احطها في قلب الحشو. الكيلو عجوه يعمل كيلو عجين كده. واقوم برده حاطه عليها الكيس علشان انا بحط عليها الكيس علشان تتفرد معانا بكل سهوله، وكمان الملمس بتاعها يطلع ناعم من الجناب تمام. كده بعد ما اتفردت بقى معايا بالشكل ده كده اقوم بقى شايله الكيس من عليه. عرفتوا ليه انا بحط الكيس؟ بيسهل معايا عمليه الفرد، وبتطلع العجينه ملسه معايا زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه؟ اللهم صل على النبي. جايبه بقى القراقيش بتاعتنا كده بالشكل ده كده اهو. اقوم جايبه حته العجينه كده اهو، تقفل عليها بالظبط. خلاص تمام اهو. بقى جايبه المقطع بتاعنا وعامله بقى بالشكل ده كده تمام. واقوم جايبه دي كمان برضو واقوم عامله كده
علشان هسهل معايا الشغل. اقوم برضو عامله كده تمام. اقوم جايبه برضو دي كده. بصوا طريقه سهله ازاي اهو. اقوم برضو جايبه دي كده واقفلها بقى معايا من الجناب كده تمام. عايزه اقول لكم الطريقه سهله خالص اهو. بعمل اللي هو المحشي الاول عشان خاطر ايه ما ياخدش معايا وقت. واقوم بقى اقطع العجينه بتاعتي بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال اهو. بص تلاقي الحشوه مليانه في قلب القراقيش، تلاقيها مليانه كده. الله اهو. بصوا الشكل. بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا كده. واقوم برضو قطعها بالشكل ده كده اهو. بسم الله ما شاء الله. صلوا على رسول الله. كمان بصوا طريقه الحشو بنعملها عشان تبقى ايه تسهل معانا كده على طول. برضو جايباها كده اهو. بعد ما احطها كده اقوم جايباها كده اهو اهو. شايفين الطريقه سهله ازاي كده. نخلص معانا الحشو. الناس اللي بتستصعب بقى الحشو كده تخلص معانا بسرعه. تقطعي بقى رفيع تخين زي ما انت عايزه. الله جميل. حط لو واحده طويله احطها مع الطويل، واحده قصيره احطها مع القصير تمام بالشكل ده كده. نعمل بقى ايه الساده. ما خليش السمك بتاعه تخين قوي علشان لسه لما ايه لما يخمر معانا. بقى عامله ايه بالشكل ده كده. وخلص كل الكميه بالشكل ده كده. طريقه سهله خالص. بصوا السمك بتاعها. بصوا خدوا بالكم ده السمك بتاعها بس علشان لسه هتخمر معانا وهتبقى تخينه كمان اهو. عايزين بقى تخلوه طويل قصير براحتكم انتوا. نعمل بقى طريقه الرول برضو سهله جدا. الناس اللي اول مره تعمل بالطريقه دي. بقى ايه بعد ما الفها رول بالشكل ده بقى اقوم ايه ماسكه مبططاه كده بايدك كده، لا نشابه ولا حاجه. بصوا الطريقه سهله ازاي. وبعد كده اقوم ايه بقى مقطعاه بالشكل ده كده. نكمل بقى الصاج بتاعنا بالشكل ده. بخلي الساده كله مع بعضه واللي هو ايه محشي كله مع بعضه تمام. خلاص خلاويص خلصنا. مش عايزه حد يوجع راسنا. بسم الله ما شاء الله. صلوا على رسول الله. العجينه يا ولاد تتاكل نيه. اللهم صل على النبي. بعد ما خلصنا بقى الشغل بتاعنا بالجمال والحلاوه دي نسيبه يتغطى لحد ما يخمر وبعد كده نشغل الفرن. صلوا على رسول الله. وما تنسوش تدعموا الفيديو يا حلوين. اعملوا شير على قد ما تقدروا علشان الكل يستفيد. عايزه اقول لكم انجح طريقه ممكن تعملوها في القراقيش بجد. طريقه سهله جدا. وده بقى خلاصه الخلاصه في الفيديو. اللهم صل على النبي.